إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث خولة بنت قيس الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأخرج كذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والحوائط، أي الحوائط التي فيها النخيل أو الزرع. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام أو عبد له يسمى مدعم، فبينما هو يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه سهم عائر فقتل، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها في يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. فجاءه رجل بشراك أو شراكين، أي من المغانم، فقال: شراك أو شراكان من نار. وقد قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا الغلول الذي يكون في الغنيمة وقرين الرشوة. فالذين يأخذون من أموال المسلمين بغير حق بأي طريق من الطرق الغير مشروعة، من سرقة واختلاس ورشوة وغلول، هم متوعدون بالنار يوم القيامة. إذا كانت النار لم يسلم منها غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان معه في غزوة خيبر، والذي يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه غل شملة من مغانم خيبر، ثم قتل بسهم عائر من الكفار. فقال له الصحابة: هنيئا لك الشهادة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الأمر ليس كما يظنون، لأن حقوق العباد لا تسقط، وكذلك الحقوق التي تتعلق بأموال المسلمين شملة، شيء قد لا يذكر، يعني ثياب أخذه من المغانم بغير حق، بغير طبعا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذ بها تشتعل عليه في قبره عذابا. ولما أدرك هذا بعض من لم يعلم هذا أو لم يهتم بهذا فأتى بشراك أيضا أخذه من المغانم، فبين صلى الله عليه وسلم أنه شراك من النار لأنه أخذه غير حق. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث خولة: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فهؤلاء الذين يستخفون بحقوق المسلمين في أي مكان، في الوزارات، في المصالح الحكومية، في الشركات، حتى فيما يتعلق بمعاملاتهم الشخصية أو الفردية مع بقية الناس، سواء كانوا مسلمين أو كانوا حتى من كفار، بس كانوا من أهل الأمان أو العهد أو الذمة الذين يعيشون في بلاد الإسلام بأمان وعهد. أيضا لا يجوز أن نأكل أموالهم بالباطل، أن لهم عهدا في صيانة وحفظ دمائهم وأموالهم ما داموا لا يحاربون المسلمين وعاشوا بينهم بسلام وأمان أو في وسط بلادهم. ولذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أن السرقة تنافي كمال الإيمان الواجب، فمن حقق الإيمان فلا يسرق ولا يختلس ولا يغش المسلمين ولا يغل من حقوقهم، لا يأخذ الغلول. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذلك لن تزول قدم عبد بين يدي الله يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه، وعن علمه فيما عمل فيه. فيا عبد الله اعلم أنك مسؤول بين يدي الله عن هذه الأموال، من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، فأعد للسؤال جوابا. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء وبعير له رغاء أو فرس له حمحمة أو صامت، أي من الذهب أو الفضة، فيقول أي كل واحد منهم: يا رسول الله أغثني. فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، أي عن حقوق العباد. هؤلاء يأتون يوم القيامة يحملون على رؤوسهم ما اختلسوه أو ما أخذوه من أموال المسلمين بغير حق، يحملونه على رؤوسهم ويعذبون به. فلا تفرح يا عبد الله أنك استطعت بحيلة ماكرة أو بوسيلة من وسائل الغش أن تأخذ هذا المال، سواء من أموال المسلمين التي هي من حقوق الدولة المسلمة أو من مال فلان من إخوانك، وأنك يعني هربت بها. أين تهرب؟ هل تهرب من الله؟ ففروا من الله، لن تفر. فيأتي هذا المال على رأسك يوم القيامة، تحاسب عليه وتسأل عنه بين يدي الله. فاتق الله يا عبد الله، ولا تستخف بحقوق المسلمين. للأسف ما زالت هذه الرشوة أو الرشاوى والتي قرينة الغلول، ويقول لا تقوم على الغش. وكذلك ما يسمى بالاختلاس، باختلاس الأموال التي هي
من حقوق عامة المسلمين. ما زال الأمر مستخفا به عند كثير من الناس إلا من رحم الله، ولا يدركون حقيقة هذا الوعيد بخلاف وعيد الدنيا. فاعلم يا عبد الله أن هذه الأموال ولو كانت بالملايين التي أخذتها بغير حق، والله والذي نفسي بيده لا بركة فيها، وسوف تكون وبالا عليك في الدنيا قبل الآخرة، ولن تنعم بها إلا قليلا ولو كانت جنيهات قليلة. ليس العبرة بكثرة المبلغ الذي سرق والذي أخذ رشوة، العبرة بالعمل. حتى لو كانت رشوة قليلة لا تأخذ شيئا بغير حق. كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين كذلك: هل جلس أحدهم في بيت أبيه، يأتي أحد العمال الذين يعملون يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم ممن عينهم في الولايات، يسمون عمالا لغة، يعني سواء كان وزيرا أو كان مديرا أو كان حرفيا أو كان عاملا، أي شيء ما دام يعمل في مصالح المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي ألفين أحدهم يأتي إلي يقول هذا لكم وهذا أهدي لي. فقعد صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، قال: هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى يهدى إليه؟ يعني إذا لم يكن يعمل هذا العمل هل يلتفت إليه أحد؟ لا، يقول فلان أهداني هدية، يسمون الرشوة هدية. سبحان الله. فصلى الله عليه وسلم بين حقيقة ما يجري بين الناس. فقال صراحة لما جاءه أحد عماله قال: هذا لكم، أي هذا المال الذي حصلتوه من أموال الدولة المسلمة، من أموال التي تستحقها بيت المال، وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذه هدية لي. هو بين، كان ولم يعلم الحكم هذا الصحابي رضي الله عنه، فبين له صلى الله عليه وسلم: هذا ليس حقا لك، لأن هذه الهدية أنت أخذتها بناء على عملك هذا، لم تأخذها من باب الإهداء الشخصي أو في العلاقة الشخصية بينك وبين فلان دون عملك، إنما أهداك هذه الهدية حتى تؤدي له هذه المصلحة التي من مصالح المسلمين التي يجب أن تؤديها بدون هذه الهدية المدعاة. فهذه الهدية هي الرشوة. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش الذي يسعى بينهما. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذا الغش، من هذا الأكل الأموال الناس بالباطل. فإنه يعد كبيرة، وهذه الحقوق لا تسقط لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع التوبة النصوح. فلا تستخف بهذا تحت دعاوى الفقر أو الحاجة، فإن الله يغنيك بغير هذا، ولا بركة لك في هذا المال الذي أخذته بغير حق، ولن يرفع عنك الفقر، بل سوف يزيدك فقرا إلى فقرك. نعوذ بالله من الغش ومن أكل أموال الناس بالباطل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا، فاحذر من هذا ولا تستخف به. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه كما أيضا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أخذ أموال الناس
يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا وعيد آخر. إذا أخذت دينا، أخذت مالا من فلان للتجارة، فاتق الله فيه وتاجر فيه بالتي أحسن، بالحلال. لا تغش ولا تستغل أن صاحبك لا يدري حقيقة هذه التجارة فتغشه وتأكل ماله بغير حق ومال عياله وأولاده، والذي يكون وبالا عليك، وتتعرض لهذا الوعيد. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا التلف سوف يلحق بك عاجلا أم آجلا، لن تفلت منه إلا أن تتوب، أن تؤدي الحق. فاتق الله. إن الله عز وجل رقيب وسبحانه على كل شيء شهيد، وقد أحاط بكل شيء علما. هو سبحانه غفور رحيم يحب العبد التواب الأواب. فمن سمع كلامي هذا وكان غافلا فليسارع بالتوبة وليسارع بإرجاء الحقوق، فإن أجل الله آت، وإن الموت أدنى إلى أحدكم من شراك نعله. الموت أقرب إليك أكثر مما تتخيل. في لحظة سوف تكون في قبرك، ما ندري. فأسرع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة اللي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فلا تضيع هذه البشرى العظيمة لدراهم معدودة لا قيمة لها، وقد لا تنعم بها، وقد يتنعم بها الورثة وتحاسب أنت عليها، فلا نلت لا دنيا ولا آخرة. فالحذر الحذر. ولكم العبرة في من أخذوا أموال المسلمين بالملايين من الذين يدعون أن الإسلام هو الحل، للأسف، وباعوا دماء المسلمين. والله باعوا دماء المسلمين في غزة وفي غيرها. أين هم الآن؟ يحاسبون على هذا بين يدي حكيم عدل خبير. لم تنفعهم هذه الأموال ولن تنفعهم. فالحذر الحذر يا عباد الله، إن الأمر جد، إن الأمر خطير، وهي دنيا ولحظات معدودة. فبادر بالتوبة وبادر بإرجاء الحقوق، لعل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك، ولا تيأس من روح الله. فإن باب التوبة مفتوح إلى أن تغرغر يأتيك ملك الموت أو أن تطلع الشمس من مغربها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا النصر على أعدائنا فلنتقي الله أولا في أنفسنا قبل أن نحاسب الحاكم أو من عينه الحاكم على الغلاء، فلنحاسب أنفسنا على أسباب الغلاء. ونحن أسباب الغلاء ليس الحاكم، نحن معاملاتنا وأخلاقنا وعقائدنا هي السبب التي به يسلط الله علينا الغلاء والأعداء. بما كسبت أيدينا وما كان ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. فالحذر الحذر. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والتوبة النصوح، وأن يجعل هذا الكلام وهذه الخطبة حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها سببا في التوبة وفي إرجاء الحقوق وفي حفظ حقوق المسلمين. نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال ولاة أمرنا، وأن يرزقنا السلامة من كيد ومكر أعدائنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.